النهارده 15 مارس 26 رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. العيد خلاص قرب قوي قوي. كان نفسي قوي اعمل لكم برفيومز العيد، ان شاء الله هصورها قريب جدا، بس بصراحه حاسه طاقتي خلصت. انا صورت الريل واحد بس وطاقتي خلصت. عايزه اكلمكم النهارده في كذا حاجه. في نقطه كده ما حدش بيتكلم عنها خالص، عن ازاي تزودي دخلك ورزقك وكده. يعني طبعا الصدقه دي حاجه اساسيه واحنا كلنا عارفينها، ولكن النهارده انا جايه اقول لك كلام جديد. يعني جايه اقول لك حاجه بجد ما حدش بيتكلم عنها، رغم ان هي فعليا اهم حاجه. هي بجد دي البدايه اصلا علشان يجيلك فرص اكتر، علشان تكسبي فلوس اكتر، وهي انك تتعلمي. ما بقولش ان هي معاها ليسانس او بكالوريوس او حاجه، لا. الناس اللي هي اتعلمت بجد، اللي هي تعبت على نفسها بجد، اتعلمت مهارات جديده وبقت مميزه جدا جدا فيها، لدرجه ان هي بتكون مميزه في اي مكان بتدخله، لدرجه ان هي يبقى صعب جدا جدا ان اي مكان تشتغل فيه يتخلى عنها. هو ده المقصود بالتعليم، مش انك تاخدي الشهاده الجامعيه بتاعتك. ما كل الناس معاها شهادات جامعيه، ولكن مش كل الناس مميزين، فاذا مش كل الناس اتعلموا. فانتي كل ما كان معاكي مهارات اكتر، وكل ما اتعلمتي حاجات اكتر، كل ما ده بيزود رزقك اكتر. على فكره حتى لو اتعلمتي مهارات حرفيه، اللي هي الحاجات اللي بتعمل هاند ميد وكده، وبقيتي مميزه فيها، زي ناس مثلا اللي بتعمل كيك بشكل مميز جدا جدا، دي مهاره بتخليكي تكسبي فلوس. هي مش لازم تكوني نازله تشتغلي، هي ممكن تكوني انت بتعملي حاجه مميزه جدا جدا فيها، فبالتالي الحاجه دي بتزود لك دخل. زي انك مثلا بترسمي تابلوهات حلوه جدا جدا مميزه جدا، فده برده حاجه الناس بتكون محتاجاها، وهكذا. فيا بنات ما حدش بيفتح عينيكم خالص على التعليم، ان هو اهم حاجه ممكن تدخلك فلوس اصلا. كل ما كان معاكي مهارات اكتر، كل ما فرصتك انك تشتغلي في مكان اعلى بتزيد، كل ما كانت فرصتك انك تاخدي مرتب اكبر بتزيد، كل ما كانت فرصتك ان المكان اللي انت بتشتغلي فيه يتمسك بيكي اكتر. لما كنت بشتغل في مجال الاحصاء، انا بجد وانا ماشيه مديري قال لي الشغل اللي انت بتعمليه، نوعيه الشغل، لانه الاحصاء برده واسعه جدا جدا، نوعيه الشغل اللي انت بتعمليه هو كان صعب قوي، وكان اصعب حاجه في الاحصاء. يعني هو كان دايما يقول للعملاء بتاع الاحصاء بيعمل احصاء، لكن بتاع الاحصاء الشاطر هو اللي بيظبط لك النتائج علشان تطلع لك النتائج زي ما انت عايزها. وهي دي كان يشاور عليا، وهي دي بقى بتاعه الاحصاء الشاطر، لانه انا كنت بعمل حاجات مميزه، حاجات مش اي حد بيعرف يعملها. فقال لي انت لما هتمشي انا مش هاخد الشغل ده تاني، رغم ان انا علمت على فكره ناس كتير قوي قوي. طبعا دلوقتي بقى في ناس مميزه طبعا ما شاء الله عليكم. يعني في واحده صاحبتي هناك مميزه جدا جدا في المكان ده، رغم ان انا بجد علمت، وانا بحب قوي قوي اعلم الحاجه اللي انا بعرفها، احب اوصلها للناس زي ما هي في دماغي بالظبط. وعلى فكره يا جماعه، انك توصلي معلومه زي ما هي في دماغك بالظبط، ده ابدا 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 مش هيخلي حد يبقى زيك ابدا. لو هو مميز ممكن يبقى زيك واحسن منك، ولكن هو لو مش مميز هو عمره ما هيعديكي. فانا بصراحه بستغرب قوي الناس، لان انا بشوف بنات كتير قوي على جروبس انهم بيشتغلوا في اماكن، وانه مثلا مدير المكان بيبقى عايز، لو هي مثلا سينيور في المكان بيبقى عايزها مثلا تعلم ناس تانية. ما هو ده طبيعي، يعني الدنيا كلها بتشتغل كده. عشان كده لو تفتكروا انا قلت لكم ان الشغل من البيت من الحاجات الوحشه جدا، لانك لما بتشتغلي من بره بتكتسبي خبرات اكتر. بيبقى في ناس عندها شورت كاتس في حاجات كده معينه، بتعلمك اختصارات بتوديكي في حته تانية خالص، بدل ما انت مثلا بتاخدي فيها نص ساعه وانت فاكره ان مفيش غير كده. يعني انا مثلا في المونتاج، في الايديت، اخويا علمني حاجات انا كنت بعملها في وقت اطول. فطبعا اخويا برده هو متعلمها بالتجربه، يعني محدش علمها له. انا متاكده ان انا لو كنت نزلت اشتغلت مع مونتير مثلا، او بقى في اماكن بروفيشنال شغلها الاساسي هي المونتاج، اكيد كنت هبقى في حته تانية، وكنت هعمل الحاجات اللي انا بعرف اعملها في وقت اسرع بكتير. نزولك لمكان الشغل بيعلمك مش بياخد منك. فانا بصراحه تماما ضد العمل من المنزل، لان هو بيسبب مشاكل انا كلمتكم عنها قبل كده كتير، ودلوقتي علميا اثبت ان كلامي كان صح. فانا بصراحه مش فاهمه الناس اللي دخلت تتناقش معايا وتجادل، كانوا بيجادلوا في غلط اصلا. وهو حاليا مثبت علميا ان الشغل من البيت اصلا اسوأ بكتير من انك تنزلي تشتغلي. مهما كان الشغل بره البيت وحش، الشغل في البيت اوحش بكتير. وعمرك ابدا ما هتكوني في مستوى في نفس مجالك حد اتعلم في بيئه العمل اللي هي البيئه الكامله للعمل. فبنات والله العظيم، كل ما اتعلمتي مهارات اكتر، كل ما كنتي بتاخدي فلوس اكتر. قيسيها بقى على كل حاجه. خدوني كمثال، مثلا انا اشتغلت كذا شغلانه. اول حاجه اشتغلت في الاحصاء وخلاص، يعني رزقي وقف فيها لحد كده ومشيت من المكان. بعد كده اتعلمت ان انا اصور وان انا اديت والحاجات دي كلها، فربنا فتح لي رزق في الحته دي كده ايه مهاره جديده انا اتعلمتها، ان انا اتعلمت اصور واعمل اديت ومونتاج وازاي اكتب سكريبت. خدوا بالكم الموضوع بجد صعب جدا جدا. الناس متخيله ان الموضوع سهل. يعني واحده زميلتي في الكليه ما كناش لسه نعرف بعض، بقول لها عندي تصوير النهارده، فهي فاكره الموضوع سهل. قلت لها لا، على فكره الموضوع مش سهل ابدا. حتى لو التصوير ده شغل، فهو بيكون صعب برضو في ايه بقى،
انك انت اولا براند تكون بعتلك بريف، فانت لازم تذاكري البريف كويس قوي قوي. بعد كده تشوفي يعني لو مثلا برودكت سكين كير فبقرا الانجريدينتس وبذاكر الانجريدينتس علشان اعرف الانجريدينتس دي المفروض تعمل ايه، ولا هي عملته ولا لا، والحوارات دي كلها. بعد كده لازم اكتب سكريبت، وسكريبت يكون بيشد الناس وفي نفس الوقت يكون يعني لو مثلا هو بيكون اغلبه ريلز زي ما انتم عارفين، انا مش بشتغل يوتيوب اعلانات وكده، الاعلان بتبقى كلها على انستجرام، فلازم الريل يكون قصير جدا وفي نفس الوقت في الفكره كلها بتاعه البرودكت، وفي نفس الوقت يكون مش ممل علشان الناس ما تزهقش وتشوفه. الموضوع ده صعب جدا، انك تكتبي سكريبت مش ممل دي حاجه صعبه قوي، يكون كمان مش بيخل بالعناصر بتاعه البرودكت كلها. بعد كده بتصوري، بعد كده بتعملي الاديت. وعلى فكره التصوير صعب قوي قوي، خصوصا لو اعلان. عارفين لو تصوير انا بصور برودكت مع نفسي كده بيبقى سهل قوي، لكن لو بصور اعلان بيبقى الموضوع موتر بطريقه مش طبيعيه. وانتوا عارفين ان انا متشخصه اضطراب قلق عام، فالموضوع عندي بقى اضعاف، يعني انا بتلخبط 600,000 مره لان انا بكون متوتره جدا جدا. بعد كده بتعملي الاديت، بعد كده بتبعتي للبراند يا اما بتديكي ابروفد ان هو تمام بوست، يا اما بتعيدي تاني. ودي بقى بتبقى اكتر حاجه سيئه في الكوكب، انك تعيدي فيديو تاني، دي اوحش حاجه ممكن تحصل لك. مش عشان بقى احراج او كده، اللي هو انت هتجيبي فكره تاني منين؟ ما انت خلاص قلتي الفكره، ده انا مطلعه الفكره بالعافيه اصلا. فالموضوع بتاع السوشيال ميديا بجد مش شغلانه سهله ابدا ابدا، بالعكس مرهقه جدا، فيها شده اعصاب كتيره زيها زي اي شغل. يعني في الاخر مش عارفه ايه اللي دخلني في الحته دي، بس الفكره كلها انه انا لو ما كنتش اتعلمت ده برده ما كانش هيبقى ليا مجال في الحته دي. بعد كده قلت هو انا هفضل هنا؟ لا، انا عايزه اتعلم اكتر، انا عايزه افتح لنفسي مجالات اوسع. طب انا عايزه اروح فين؟ انا عايزه ارجع تاني الكليه، وانتوا عارفين ان انا رجعت اعمل دراسات عليا في الكليه. وده كله ليه؟ لانه انت لازم تبقي تفضلي تسعي، انت ما ينفعش توقفي، ما ينفعش تقولي انا خلاص انا راضيه. الانسان لازم يرضى اكيد باللي ربنا رزقه بيه، ولكن الرضا مش عكس ابدا ابدا الطموح والسعي. طول ما انت بتطمحي للاعلى وانك بتسعي انك تطوري من نفسك اكتر، ده اللي بيلتمس طريق للعلم ده احسن حاجه في الدنيا ممكن الانسان يعملها. خصوصا بقى ان انتوا عارفين ان انا طريق كمان العلم بتاعي في الصحه النفسيه وكده، فانا رايحه لحته انه انا عايزه اقدم محتوى للبنات بجد مختلف تماما. انا عايزه اقدم محتوى صحه نفسيه. كان ممكن على فكره اقرا كلمتين من اي كتاب واطلع اقوله لكم زي ما اي حد بيعمل في الدنيا، كان ممكن اخد كورس ب 2000 جنيه واطلع اكلمكم واهبد، لكن انا اخترت اصعب طريق اللي هو الطريق الاكاديمي، ادخل امتحانات وبهدل نفسي واتعلم على ايد اساتذه علشان لما اقدم محتوى ابقى انا قد الكلمه وقد المكان اللي انا قاعده فيه. فكل ده ان شاء الله انا متاكده 1,000,000%، وان شاء الله انتوا هتعيشوا معايا الفتره دي. انا متاكده ان انا علشان بسعى في طريق علم ربنا هيوسعني رزقي اكتر. انا متاكده مفيش مره يا جماعه انا سعيد في علم وربنا ما رزقنيش. وبجد طول ما انت جربيها، طول ما انت واقفه مكانك مش هتتغيري، طول ما انت بتعلمي نفسك حاجه جديده ربنا هيرزقك اكتر واكتر. فانت طول الوقت اتعلمي. العلم ده احلى حاجه في الدنيا. مش معاكي لغه، اتعلمي لغه جايز تفتح لك طريق تاني انت ما تعرفيش الدنيا قدام فيها ايه. ومهما كان سنك يعني ما توقفيش، ما تقوليش انا كبرتي بقى عندك كام سنه، بقى عندك 90 سنه، اتعلمي برضو عادي. يعني ما انت لسه عايشه، ما تتعلمي. ما حدش فينا يعرف هو اجله هيكون امتى. لو بكره خلاص انا بتعلم وبسعى ان انا اكون احسن وربنا عالم ومطلع بيا، ولو مش دلوقتي فانا بتعلم علم انفع بيه الناس وانفع بيه نفسي، فدي حاجه جميله. تاني حاجه عايزه اكلمكم عنها، بجد انا كنت بتفرج على فيديو لامنيه هاني، بنوته جميله جدا جدا، ممكن اعمل لها منشن دلوقتي بقى ممكن نعمل منشن على فكره عادي في العنوان، فانا ممكن اعمل لها منشن. القناه بتاعتها بجد جميله، بنت الذوق جدا جدا، بتتكلم برضو بشكل ايجابي وكمان محترمه. يعني انا بحب قوي فيها ان هي شخصيه محترمه وذوق كده. قالت كلمه بجد لفتت انتباهي جدا لحاجه انا فعلا كنت بلاحظها، ان كتر الشكوى، انا بصراحه مش هقولها بطريقتها بالظبط لان انا ناسي هي قالت ايه، ولكن هقول لكم المعنى، ان كتر الشكوى بيجيب لك مشاكل اكتر. ودي بجد انا شفتها مع ناس كتير. بجد يا جماعه الناس الشكائين البكائين دول اقسم بالله حياتهم كلها بتبقى عباره عن مشاكل، سلسله متتاليه من المشاكل. هل احنا حياتنا ما فيهاش مشاكل؟ كلنا حياتنا فيها مشاكل، ولكن هم عينيهم بتبقى ناقمه، عينيهم بتبقى ناقمه على حياتهم طول الوقت. هم ما بيشوفوش في حياتهم غير الشيء السيء ويكبروه. هم ممكن يشوفوا الجانب الايجابي ولكن مش بيشوفوه اكبر من الجانب السلبي. يعني هم طول الوقت بيتكلموا على السلبيات. يعني مثلا انا في ايام تعب ماما احنا حرفيا اتبهدلنا تقريبا 3 شهور، ممكن اكتر كمان من 3 شهور، 4 5 بصراحه مش فاكره، بس بجد كان وقتها احنا كنا تعبانين جدا جدا، وكنت بنام مع ماما في المستشفى وبمشي من عندها الساعه 2 بالليل او 3
3 واروح لها تاني يوم الساعه 5 او 6 الصبح، اللي هو ما كنتش بلحق انام، كنت بشتغل وبعد كده اروح اقعد معاها وهكذا. فكنت حرفيا متبهدله. لو انا ببص للحياه بالعين اللي هي عين الناس اللي هي الناقمه دي، كنت طلعت سودت عليكم الحياه، اللي هو قعدت اقول لكم امي ومش عارفه ايه. لكن انا اختفيت تماما عادي جدا جدا. وبعد كده رجعت. اسيب لكم الفيديو او اللينك بتاع الفيديو ده هنا. بجد الفيديو ده من احلى الفيديوهات اللي انا بحبها، لان انا قلت فيها ان انا فعلا حصلت لي معجزه عن طريق الصدقه. وبجد يا بنات الصدقه دي مهما كانت الحياه رايحه فين، بلاقي الصدقه دي نورت الطريق، نورته حرفيا. فانا بعد ما خلاص ماما يعني بدات تبقى كويسه وكده، طلعت كلمتكم على الموضوع بصوره ايجابيه عشان افيد بيه غيري. لكن فكره بقى ان انا اقعد اصيح معلش هو انا هشيل الناس الهم معايا ليه؟ تلاقي بقى الناس الناقمه على حياتها، على فكره هي الناس دي بتبقى اصلا مريضه نفسيا حتى لو هم مش عارفين. بس هي الفكره العين الناقمه دي، يعني مثلا تدخل مكان تشوف الحاجه الوحشه قبل ما تشوف الحاجه الحلوه. يعني مثلا لو في مكان كويس جدا جدا ونظيف جدا جدا، بس في مثلا كرسي مقلوب، هي هتاخد بالها اول حاجه من الكرسي المقلوب، مش هتاخد بالها ان المكان نظيف. فهي دي الناس اللي هي بتبقى ناقده، عينيها ناقده. فنوعيه البشر دول ربنا يعافينا بتبقى طول الوقت بتكبر المشاكل اللي في حياتها، لدرجه ان هي تقعدي معاها تحس ان هي كتله من الطاقه السلبيه، تلاقي نفسك مش مرتاحه معاها في الكلام، وتلاقي نفسك شايله الهم، وتبداي انت كمان تدوري على المشاكل اللي عندك. بجد اولا تبعدوا عنهم تماما. يعني شكرا للامنيه ان هي اصلا نورت حاجه زي كده، ان فعلا الانسان اللي بيكتر شكوى، البني ادم ده هيفضل طول الوقت بيعاني من مشاكل في حياته. احنا كلنا كده كده بنقابل مشاكل لكن بنعديها. هم نوعيه البني ادمين دول بياخدوا المشاكل اولا يعملوا منها محتوى، علشان محتوى المشاكل بيجيب فيوز والناس بتحب اللت والعجن في الحوارات دي يعني. وفي نفس الوقت تلاقيها مكبره بقى المشكله وكأن حياتها كلها سواد. ربنا يعني يعافينا ان احنا نكون منهم. بصوا انا كنت كاتبه 5 نقط نتكلم عنهم، ولكن انا عايزه اكتفي بهذا القدر عشان اعرف اعمل اديت بسرعه، وان شاء الله نعمل كوفي توك تاني. كده كده اصدقائي بتوع الكوفي توك عددهم قليل جدا، نفسي بجد مشاهدين الكوفي توك عددهم يكبر اكتر عشان ابدا اتكلم بقى بشكل اوسع من كده شويه. بس ان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا لكم، مع السلامه.